السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ هنتكلم النهارده في مادة اللينير كنترول عن الكومبنسيتورز بالثلاث انواع بتوعهم: الليد واللاج والليد لاج كومبنسيتور. طيب ايه هي فكرة الكومبنسيتور؟ الكومبنسيتور ده او المكافئ ده معناه ايه او بيعمل ايه؟ ده زي ديفايس كده بقدر اغير بيه الريسبونس بتاع السيستم بتاعي. يعني انا عندي مثلا في الروت لوكس، احنا في الروت لوكس ما كناش بنقدر نغير حاجة. الكي دي كانت بتوصف لي اللي انا كنت بضيفها في معادلة الترانسفير فانكشن، هي كانت بتوصف لي الرسمة بتاعتنا، او كان بتوصف لي الريسبونس، او ايه اللي بقدر او الاوتوميشن اللي انا بقدر اعمله في السيستم بتاعي. تمام. فمثلا لما كي كانت بتكون ما بين قيمتين، فده كان بيقول لي الاستابيليتي بتاع السيستم هو ستيبل فين، فبالتالي بقدر اعرف الاستابيليتي، فانا بقدر اعرف السيستم ده ماشي ازاي، استابيليتي فين وهكذا. انما ما بقدرش ان مثلا اغير شكل الريسبونس. انا عايز الريسبونس مثلا عندي مثلا في الرسمه دي كان الريسبونس بتاعي شكله كده. تمام. انا عايز الريسبونس بتاعتي يمر بنقطه كده في الحته دي، فانا عايزه مثلا يبقى ماشي كده اهو. تمام. فهنا مثلا ضفت بول خلى الريسبونس بتاعي يمشي في الطريق اللي انا قلت لكم عليه. فده ما كانش الروت لوكاس بيعمله. اللي بيعمل الكلام ده هو الكومبنسيتور. فانا بالتالي بستخدم الكومبنسيتورز مع الروت لوكاس، اضيف الكومبنسيتور وبعدين استخدم الروت لوكاس عشان ارسم في قبل وبعد الاضافه بتاعه الكومبنسيتور، عشان اشوف السيستم بتاعي مر بالنقطه اللي انا عايزها ولا لا. فده بالتالي باختصار ما هو الكومبنسيتور. فزي ما قلت لكم، انا بقى مش بضيف بول بس او بضيف زيرو بس، انا بضيف زيرو وبول. وزي ما انتم ما هتشوفوا ان شاء الله كل الانواع وازاي بنحلهم. فهنا بندي مثال بسيط، ان احنا لو فكرنا نضيف بول، فهنا مثلا ده كده كان عندي السيستم لما كان عندي بول واحد بس في النقطة دي، فكان الروت لوكاس ماشي بزاوية 180 درجة كده ناحية الانفينيتي في الليفت هاف بلان. طيب لو ضفت بول هنا كده، هتلاقي ان الروت لوكاس شكله اختلف تماما وبقى الخط العمودي اللي احنا شايفينه ده. طيب لو ضفت بول كمان هنا، البول ده هيخلي الروت لوكاس يمشي بالطريقة دي هنا، والاتنين بولز القدام هيخلوا الروت لوكاس يمشي بالطريقة دي هنا. فبالتالي كل اللي احنا استفدناه ان احنا مثلا في المثال الثالث اللي احنا لو ضفنا بول ثالث، هتلاقي ان الروت لوكاس بيمشي بعيد عن البول الثالث اللي احنا ضفناه ده. فاحنا كل ما بنضيف بول كأن الروت لوكاس بيبعد عن اخر بول ضفناه. طيب بالنسبة للزيروز او قبل الزيروز، ايه فايدة ان انا اضيف بول للسيستم بتاعي؟ فهو بيقلل الستيدي ستيت ايرور. تمام. طيب بالنسبة للزيرو، انا هنا مثلا ده السيستم بتاعي من غير زيروز، هو كأنه شبه السيستم ده بالظبط. طيب لو ضفت زيرو، فالبول اللي كان هنا هيروح للزيرو، فهنا موضوع انه يروح للانفينيتي خلاص اتلغى. طيب والاتنين بولز دول الخط ما بينهم هيمشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب كده لاحظنا ايه؟ لاحظنا هنا ان كان في unstability، لكن هنا في stability للروت لوكاس بتاعتي. يعني السيستم هنا كان unstable، هنا بقى stable. وهنا كمان الفكرة هنا كل اللي انا عملته ان انا جبت الزيرو قبل البول، خليت الزيرو يسبق البول. طيب ايه اللي حصل؟ خلى الخط او الروت لوكس اللي ما بين الاتنين بولز دول يبقى بالشكل ده. يعني هنا زود الاستابيليتي. يعني انا كان ستيبل بس قريب جدا ان هو يلمس الايماجينري اكسس وهيكون كريتيكال ستيبل. هنا عمل ايه؟ هنا زود لي الاستابيليتي. وهكذا كمان كل ما اودي الزيرو يمين هيخلي الروت لوكس بتاعي يروح للليفت هاف بلان، يعني كانه بيشدوا الاستابيليتي اكبر. طيب بالنسبة لميزة إضافة الزيرو، فهو بيمبروف الاستابيليتي زي ما احنا ما شفنا، وبينكريز الدامبنج ريشيو، وبيخلي السيستم فاستر. طبعا دي شوية معلومات نظري لو اتسألتوا في النظر. طيب الكومبنسيتور زي ما احنا قلنا عندنا ليد ولاج وليد لاج كومبنسيتور، يعني الاتنين اللي فوق مجموعين على بعض او عاملين لهم كومباينيشن. طيب فاول حاجه كمعلومات هنحتاجها في الليد كومبنسيتور. اول معلومه، ايه معنى الليد كومبنسيتور؟ معناه ان انا بضيف زيرو مثلا هنا قبل البول، والبول اللي انا هضيفه هيبقى هنا.
بس هو ده فكره الليد كومبنسيتور. فمعادله الليد كومبنسيتور الجي كنترولر اوف الاس بتساوي كي، ده كي جديد هستخدمه، تمام، اسمه كي ليد او كي قصدي ليد، واس بلس زيرو اللي هو هنا الزيرو بتاعنا مكان الزيرو، اس بلس بي اللي هو مكان البول. طيب وطبعا لازم يكون البول متأخر عن الزيرو، يعني مثلا هنا -7، هنا هيكون -3 وهكذا، لازم يكون البول متأخر عن الزيرو. طيب ويتكتب بطريقة تانية، لو هو ادالنا ال t هتكون s بلس 1 over t على s بلس 1 over alpha t، والالفا دي لازم تكون رقم اقل من الواحد. ليه رقم اقل من الواحد؟ عشان يطلع هنا رقم كبير، عشان يطلع لي الاكس ابعد من او البول قصدي ابعد من الزيرو. تمام. تعالوا بقى نشوف اللاج كومبنسيتور. طيب اللاج كومبنسيتور عندي العكس، عكس الليد بالظبط. ايه عكس الليد؟ يعني البول هو اللي بيسبق الزيرو، تمام. فهي نفس الايكويشن، بس هنا البول رقمه اقل، يعني هنا العكس، يعني هنا عندي ادي البول وهنا عندي الزيرو. طيب لو هنكتبها بالطريقه التانية، اس بلس، هنا طبعا في كي يا شباب لو نسينا الكي، هنا اس بلس 1 على التي على اس بلس 1 على البيتا تي، والبيتا لازم تكون اكبر من الواحد، تمام. طبعا البيتا عكس الالفا، ليه؟ عشان هنا يبقى البول اقل من الزيرو، تمام. التي دي بالنسبه للاج كومبنسيتور فهي بتكون مثلا بنفرضها، بتكون مثلا نفرضها من 10 ل 50 على حسب ايه بقى، ان احنا هنعمل فيريفاينج في الاخر. هفهمه لكم واحده واحده، تمام. احنا هنعمل فيريفيكيشن لان اللاج كومبنسيتور، هفهمكم حاجه بسيطه دلوقتي عشان تفهموا الدنيا. الليد كومبنسيتور هو اللي بيحرك الروت لوكس بتاعي او الرسم او الريسبونس بتاعي، بيخليه يمر ببول معين. يعني مثلا بول ده وكان الروت لوكس شكله كده، تمام. فانا عايز الروت لوكس بتاعي او السيستم بتاعي يمشي خلال البول ده، تمام. فهي الفكره ان الليد كومبنسيتور هو اللي بيحول الروت لوكس بتاعي او الريسبونس بتاعي انه يمشي مثلا كده اهو، ويعدي خلال البول ده، تمام. طيب انما اللاج كومبنسيتور لا، هو بيحسن لي الستيدي ستيت ايرور، وبيحسن لي كذا حاجه كده، تمام. انما الليد كومبنسيتور بيمبروف التايم ريسبونس، وبيخليه يمر بالبول بتاعي، البول الديزايرد اللي انا عايز السيستم يمر بيه. فهنا التي دي لازم اختارها بحيث ان اللاج ما بيخليش الروت لوكس بتاعي والريسبونس بتاعي يتحرك من مكان للتاني، تمام يا شباب. فانا بحافظ على اماكن او مكان او شكل الريسبونس بتاعي، فانا بالتالي عايز اضمن ان اللاج كومبنسيتور ما بيخليش الريسبونس شكله يتغير. فبالتالي بختار تي دي بحيث ان هي تخلي لي الريسبونس بتاعي شكله ما يتغيرش لو انا ضفت اللاج كومبنسيتور. طيب هثبت كده ازاي؟ تعالوا نسكيب الليد لاج كومبنسيتور. قال لك في اللاج كومبنسيتور ان لازم زاويه البسط دي، تمام، واختلافها مع زاويه المقام تكون ايه؟ تكون 5 درجات، اقل من 5 درجات. طبعا هنا لان دي زاويه في البسط ودي زاويه في المقام، فاحنا بنطرح، تمام، فالفرق هيطلع بالنيجاتيف، تمام يا شباب. فرق الزوايا هيطلع بالنيجاتيف، فلازم تكون فرق الزاويه ما بين الزيرو والبول اقل من -5 درجات، يعني ما بين الزيرو والسالب 5 درجات. وهيبقى في مثال في اخر السكشن بتاعنا بالظبط ازاي نعمل كده وازاي تجيبوا فرق الزاويه دي. طيب هنا بالنسبه للليد كومبنسيتور هنخش في الشيت واقول لكم بيتشرح او هنتحل ازاي بالظبط. طيب بالنسبه للاج كومبنسيتور بس قلت اقول مثلا كم معلومه فيه. بالنسبه للاج كومبنسيتور فاحنا هو بيدينا كي في، تمام. في السؤال بيقول لنا انا عايز يماتش الكي في دي، فالكي في اللي هو بيديها لنا دي هي بتكون الكي في كومبنسيتد، اللي هي دي، اللي هي قانونها بيساوي ليميت اس تندس تو زيرو الاس في الجي سي اوف الاس الفانكشن او الترانسفير فانكشن بتاعه
الكومبنسيتور في الجي اوف اس في الاتش اوف اس. يبقى كل زياده هنا ان حطينا ترانسفير فانكشن بتاع الكومبنسيتور. طيب وبالنسبه للكي في بيفور كومبنسيشن، فهي بتساوي الكي في كانها الستيدي ستيت ايرور بالظبط، الليميت استندد لزيرو للاس في الجي اوف اس اتش اوف اس. طيب فبالنسبه هنا لو عوضنا بالستاندرد ايكويشن والستاندرد ايكويشن هنا، فيطلع لنا الكي في افتر كومبنسيتد هي الكي في بيفور كومبنسيتد في البيتا. فبالتالي البيتا بتساوي كي في افتر كومبنسيشن على الكي في بيفور كومبنسيشن، او الكي في كومبنسيتد على الكي في ان كومبنسيتد. الافتر كومبنسيشن هي اسمها الكومبنسيتد، والبيفور كومبنسيشن هي اسمها الان كومبنسيتد، اللي هي بتساوي ايه؟ الستيدي ستيت ايرور ان كومبنسيتد على الستيدي ستيت ايرور كومبنسيتد، يعني عكس الكي في. تمام. تمام يا شباب، فنتمنى تكون الحته دي وضحت. طيب بالنسبه بعد ما بنديزاين اللاج كومبنسيتور، بيكون في فيريفيكيشن، اللي هو اللاج كومبنسيتور ده يا شباب بنبقى عايزينه ايه؟ بنبقى عايزين البول اهو والزيرو قريبين جدا من بعض وقريبين من الاوريجين، عشان ما يسبب ليش يعمل اي دريفت في الريسبونس بتاعي، او يعمل اي شيفت، او يحرك الريسبونس بتاعي حتى قطعة صغيرة مش عايزينه يعملها. تمام. فهي دي الفكرة كلها. فاحنا بنبقى محتاجين بعد ما بنجيب الكومبنسيتور نجيب الفرق ما بين زاوية الزيرو وزاوية البول. وطبعا احنا عارفين ان البول هتكون اكبر، او قصدي الزيرو هيكون اكبر من البول، فبالتالي الزاوية هنا هتدينا او هتكون بالنيجاتيف. فبالتالي احنا عايزين الزاوية بين البسط والمقام تكون ما بين الزيرو والنيجاتيف 5 درجات. طيب تعالوا بقى، يبقى احنا كده ايه اللي احنا محتاجينه من الصفحة دي بالنسبة للليد كومبنسيتور؟ محتاجين الايكويشن دي، ومحتاجين في اللاج كومبنسيتور ان احنا نعرف الايكويشن دي اهم. تمام. وكمان في الليد لاج احنا لسه ما شرحناهوش. بالنسبه للليد لاج كومبنسيتور هو كومباين ما بين الاثنين، فهو الكي ليد. تمام. الكي لاج يا شباب بناخدها بواحد، يعني في اللاج كومبنسيتور دي الكي دي بتساوي واحد. كي دي بتساوي واحد، يعني كأنها مش موجودة، عشان احنا ما بنغيرش اماكن او ما بنغيرش الريسبونس بتاع السيستم بتاعنا. تمام. فدي الكي بتاع الليد كومبنسيتور. وهنا الاس بلس واحد على تي واحد على اس بلس واحد على الفا تي واحد، دي ايكويشن الليد كومبنسيتور. في هنا الاس بلس واحد على تي 2 على اس بلس واحد على البيتا تي 2 اللاج كومبنسيتور. تمام. طيب وما ننساش طبعا في اللاج ان احنا نعرف قانون الكي في ان كومبنسيتد والكي في كومبنسيتد، ونعرف ايه الفيريفيكيشن اللي هو اللاج كومبنسيتور بالنسبه لنا ده هينفع ولا لا، ان الزاويه ما بين البول والزيرو تكون اقل من سالب 5 درجات، وما بين السالب 5 درجات والزيرو، عشان كده يثبت لي ان الريسبونس بتاعي ما اتغيرش شكله. تمام. تمام. تعالوا بقى، احنا عارفين طبعا ان دي شكل الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن هي جي اوف اس على 1 بلس جي اوف اس اتش اوف اس. طبعا لو عايز اجيب البولز يعني هساوي المقام ده بالزيرو، ده هيساوي زيرو. تمام. فلو وديت الزيرو الناحيه الثانيه، او قصدي وديت الواحد الناحيه الثانيه، هيتبقى ايه؟ هيتبقى ان الجي اوف اس اتش اوف اس هتساوي ايه؟ نيجاتيف 1. تمام. يعني كاني ده وديته الناحيه الثانيه فهتساوي نيجاتيف 1. طيب انا لما طبعا ده بيكون imaginary اس. تمام. الاس دي بتساوي سيجما بلس جي اوميجا. تمام. بيكون imaginary. فانا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب ال ابسوليوت بتاع الايكويشن دي. فابسوليوت الواحد السالب واحد هيبقى بواحد، هيساوي ايه؟ ابسوليوت الجي اوف اس اتش اوف اس. تمام. ده هنا انا لو هجيب الماجنتيود. تمام. الماجنتيود كونديشن دي هستخدمها عشان اجيب الكي. تمام. يبقى احنا عشان نجيب الكي ليد في الليد كومبنسيشن هنستخدم القانون ده اللي هو الجي اوف اس اتش اوف اس ماجنتيود او ابسوليوت بتساوي واحد. تمام. تمام. طيب بالنسبه للانجل كونديشن، يعني احنا كده جبنا الماجنتيود. الانجل كونديشن قبل ما نضيف الماجنتيود او قبل ما نضيف الابسوليوت، تمام، كان الجي اوف اس اتش اوف اس بتساوي ايه؟ بتساوي نيجاتيف 1. يعني هنا الجي اوف اس اتش اوف اس الزاويه بتاعتها، يبقى الزاويه بتاعتها زاويه النيجاتيف 1 بتساوي كام؟ بتساوي نيجاتيف 100 او 180 درجه. يعني انا عندي اهو الاكسس بتاعي سالب 1 بتقع فين؟ هنا مثلا. يبقى دي السالب 1. يبقى الزاويه من البوزيتيف ريل اكسس لغايه هنا كام؟ 180 درجه. فبالتالي الزاويه بتاعت الجي اوف اس اتش اوف اس
هتساوي 180 درجة، او لو هجمع عليها بقى 360 او اطرح منها 360 درجة، يعني كأني بعمل ايه، بزود راوند او برجع راوند. تمام. يبقى انا عندي في الماجنتيود كونديشن ده اللي هجيب منها قيمة الكي ليد، ودي عندي الانجل كونديشن. ودي هنشوف بالظبط هنجيب منها ايه يا شباب، حاجة اسمها الانجل ديفيشنسي. تمام. هتفهموا ايه الانجل ديفيشنسي لما اجي اشرحها لكم. الار دي اللي هي بضيف راوند او بقل راوند، يعني بضيف 360 او بقل 360 اي رقم عشان يعني يدينا الزاويه هنا نقدر نحسبها بسهوله. يعني زي مثلا لو الزاويه طلعت معانا 750 درجه، بنطرح 360 كاننا طرحنا راوند، هي نفس الزاويه، بنطرح 360 تاني وهكذا. تمام. تمام. فاحنا هنا هنستنتج من الانجل كونديشن حاجه اسمها انجل ديفيشنسي. تمام. وهنفهم ايه الانجل ديفيشنسي. طب دي هنستنتجها ازاي؟ ده القانون اللي احنا لسه مستنتجينه. هنفرض طبعا احنا عارفين جي اوف اس اتش اوف اس هي معادله بسط ومقام، نومينيتور ودي نومينيتور، وده كده اللي هو اسمه اوبن لوب ترانسفير فانكشن. تمام. فالنوميريتور ده يعتبر الزيروز، والدينومينيتور ده يعتبر البولز بتاع الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. تمام. طيب فانا عارف ان ده بسط ومقام وبيساوي زوايا، فانا لازم اجيب زوايا البسط وزوايا المقام، صح كده؟ ما دام انا هنا في انجل كونديشن يعني انا عندي زاويه، لازم دول احولهم من الزاويه. فهنا بالتالي بقى يبقى ده كده زوايا الزيرو، مجموع زوايا الزيروز، ناقص ليه؟ لان بسط على مقام في الزوايا بنطرح، ناقص مجموع زوايا البولز. الكلام ده هيساوي ايه؟ بلس ونيجاتيف راوند في 180 درجة. تمام. فهنا بقول لك لت ان الار دي بسالب واحد، يعني مثلا طرحنا 360 درجة، فلما اجي اوديها هنا الناحية التانية، هنا دي كانت هتبقى سالب 180. ما انا لو طرحت من 180 سالب 360 درجة، هي هتدينا ايه؟ سالب 180 درجة. طيب سالب 180 لو وديتها الناحية التانية هتبقى 180 درجة بلس مجموع زوايا الزيروز ناقص مجموع زوايا البولز. تمام. طيب انا بس عايز افهمكم هنا نقطة بسيطة، ان انا عندي لو الايكويشن دي اللي هي المقام ده تمام بيساوي صفر، فانا بالتالي كده ده معناه اماكن البولز الحقيقيه للسيستم بتاعتي. تمام. بالتالي ان ال 180 زائد مجموع زوايا الزيروز ناقص مجموع زوايا البولز، لو النقطه دي على الروت لوكاس بتاعي او موجوده فعلا في الريسبونس بتاعي، المفروض الايكويشن اللي على الشمال دي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. تمام. يبقى انا لو عندي النقطة بتاعتي على الروت لوكس، مثلا لو انا عندي رسمة الروت لوكس كده هنا كده، تمام، وانا قايل لك النقطة دي مثلا، تمام، هات لي مجموع زوايا البولز ناقص مجموع زوايا الزيروز، او قصدي مجموع زوايا الزيروز ناقص مجموع زوايا البولز، واجمع عليها 180 درجة، هيديك ايه؟ صفر. طيب لو اديت لك مثلا ان البول بتاعي او النقطة بتاعتي هنا، لو جيت عوضت هتلاقيها مش هتديك صفر، لان هي المفروض تبقى الزاوية كده صفر، لان لو ده بيساوي صفر فزاوية الصفر هي صفر. تمام. تمام. فبالتالي هنا بقى هيطلع لك حاجه اسمها ايه، لو انا بجيب بقى بحل ان هو بيقول لي خلي لي السيستم بتاعي او الريسبونس بتاعي يمر بيه مثلا بالنقطه دي، فساعتها هتطلع زاويه من الصفر، فالزاويه دي هي الانجل ديفيشنسي، اللي هي الزاويه اللي انا محتاجها عشان اخلي الزاويه اللي انا محتاجها الكومبنسيتور يكافئها، عشان كده اسمه المكافئ. ان انا عايز مثلا طلعت الزاويه نيجاتيف 30، يبقى هنا لما جيت عوضت بالايكويشن دي طلعت الزاويه نيجاتيف 30، يبقى انا عايز الكومبنسيتور مكافئ يعمل لي زاويه بوزيتيف 30 درجه عشان المجموع بتاع الكلام ده كله يكون بتساوي صفر. فبالتالي يبقى النقطه دي هتمر بايه؟ بالروت لوكس او بالسيستم بتاعي، يبقى زي الرسمه دي. تمام. طيب فعندنا طريقتين في الحل عشان نحل الليد كومبنسيتور. تمام. وهنا زي ما قلت لكم ده مثلا عندي شكل الروت لوكاس بتاعي. تمام. طيب فالروت لوكاس اهو، ده كده الخطين دول والخطين دول. تمام. طيب هو بيقول لي ايه؟ هو اداني ديزايرد بولز عايز الروت لوكاس يمر بيها اللي هي البوينت دي. طيب فعايزين نعمل ايه؟ قال لك اول حاجه، تمام، احنا عشان نجيب الانجل ديفيشنسي قال لك قصدي وصل لي بالبولز اللي موجوده فعليا عندك في السيستم بتاعك، وهات
وبيقول لك هات الزاويه دي وهات الزاويه دي. طب لو كان في زيروز قال لك عادي هات الزاويه بتاعه الزيرو. تمام اهي. طبعا الزاويه بتكون مع البوزيتيف ريل اكسس. تمام. طيب فقال لك ايه، هات زوايا البولز وزوايا الزيروز وعوض في القانون، هيجيب لك ايه الفاي دي اللي هي الانجل ديفيشنسي. تمام. وبالتالي هنقدر نعمل ايه، نعرف مثلا ان احنا محتاجين ده هنا سالب 30 درجه، محتاجين مثلا بلس 30 درجه عشان من الكومبنسيتور عشان السيستم بتاعي يمر بالبوينت دي او البول ده. طيب فاحنا عندنا طريقتين عشان نعمل ايه، يبقى انا خلاص عرفت الفاي دي. تمام. عرفت الفاي دي محتاج كام درجه. قال لك بقى عندنا طريقتين عشان نخلي الكومبنسيتور بتاعنا الليد كومبنسيتور يعمل ايه، يحقق الزاويه دي. قال لك ايه هما الطريقتين. قال لك احط زيرو مكان بول قديم وهيكنسلوا بعض. يعني ايه، قال لك مثلا ان انا عندي ايه، كان في بول هنا وكان في بول هنا وكان في بول هنا. تمام. قال لك تعمل ايه، قال لك لا اسف يا شباب ثانيه واحده اقول لكم بالظبط ايه اللي كان موجود. بيقول لك كان في بول هنا وكان في بول هنا. فقال لك تعمل ايه، قال لك بكل بساطه انت عايز تحط بول زيرو بول في الليد كومبنسيتور، ومعروف ان الزيرو بيسبق البول. تمام. فقال لك ايه، قال لك حط البول. تمام. او قصدي اسف قال لك حط الزيرو على البول القديم. تمام. وحط البول بتاعك بعد الزيرو في اي مكان. تمام. قال لك ساعتها ان البول على الزيرو هيطيروا بعض. تمام. والبول الجديد هو اللي هيقدم لك الزاويه اللي انت عايزها. طيب في نوت بقى في الطريقه دي، قال لك انت في نقطة معينة ما ينفعش تستخدم فيها الطريقة دي. قال لك لو ايه، قال لك لو انت مثلا في السيستم بتاعك كان السيستم اهو عندك بول هنا وعندك بول هنا قريبين من بعض، او يعني عادي، يعني مثلا ده سالب 2 ده سالب 4 سالب 6 سالب 8، وقال لك عندك بول بعيد قوي مثلا سالب 10. تمام. فقال لك ما ينفعش بقى تكنسل البول البعيد قوي ده. تمام. او سالب 15 ايا كان رقم كبير شويه، يعني سالب 8 سالب 10 سالب 12 كده، يعني مش شرط برضه رقم زوجي، يعني سالب 11 يعني. فقال لك ايه، ما ينفعش تكنسل البعيد قوي ده في الليد كومبنسيتور. قال لك ليه، قال لك لان مثلا لو انت عندك الديزايرد بول بتاعك في المكان ده وانت كنسلت ده فحطيت الزيرو هنا، يبقى البول لازم يكون بعده، فالبول هيبقى هنا، فهيقدم لك زاويه صغيره جدا ممكن ما تكفيش الزاويه اللي انت عايزها، فبالتالي مش هينفع. فقال لك لو انت عندك بول بعيد ما تكنسلوش، كنسل بول في الوسط مثلا او البول القريب على حسب. تمام. يبقى دي نوت محتاجين نعرفها، تقريبا ما فيش فيها امثله على الشيت، بس لو لقيت المثال ده في الامتحان يبقى افتكر جدا الكلام اللي انا بقوله لك ده واستخدم الطريقه التانيه. طيب الطريقه التانيه يعني فيها تفكير شويه، انت هتجيب عادي الفاي دي كده كده هتجيبها في الطريقتين. تمام. قال لك ايه بقى، ده مكان البول بتاعك، ده مكان البول المفروض السيستم يمر بيه. قال لك ايه، قال لك اعمل خط هوريزونتال، خط افقي، وصل من البول لغايه الزيرو، الاوريجين، يعني وصل من البول لغايه الاوريجين. قال لك بقى ايه، قال لك نصف لي الزاويه دي. تمام. قيسها بقى، يبقى لازم تكون راسم بسكيل عشان تنصف الزاويه دي. بعد ما تنصف الزاويه دي قال لك ايه، قال لك امشي يمين فاي دي على الاتنين وشمال فاي دي على الاتنين وارسم بقى خطوط. تمام. على حسب الزاويه اللي انت قستها دي. تمام. دي الطريقه التانيه. يبقى قال لك وصل خط هوريزونتال من البول ووصل خط للاوريجين من البول بتاعك، نصف الزاويه، بعدين اتحرك فاي دي على الاتنين يمين وشمال، خط التنصيف. تمام. بعدين حط هنا عندك في الليد كومبنسيتور طبعا لازم يكون البول الاول بعدين الزيرو، قصدي اسف لازم يكون الزيرو الاول بعدين البول. بس كده. طيب دي الطريقه التانيه. طيب تعالوا بقى نشوف الشيت. تعالوا كده نخلي الشاشة بالطريقة دي عشان نشوف سؤال الشيت ونشوف الإجابة. طيب كان أول سؤال بيقول لك إيه مش مهندسين، بيقول لك Ionity feedback control system has open loop transfer function. تمام. الجي اوف اس اتش اوف اس. بيقول لك design a phase lead compensator، يبقى انت هتديزاين lead compensator assuring that the undamped natural frequency اوميجا ان بتساوي 4 راد لكل ثانية والدامبنج ريشيو بيساوي نص. طيب احنا محتاجين في المحاضرة دي المحاضرات اللي فاتت محتاجين
ان احنا طبعا عارفين ان احنا بنجيب الديزايرد بول لوكيشن بيساوي سالب زيتا اوميجا ان بلس نيجاتيف جي اوميجا دي. تمام، اوميجا دي طبعا اللي هي بتعوضها اوميجا ان سكوير روت واحد ناقص زيتا سكوير. تمام. تمام، يبقى ده القانون اللي احنا خدناه قبل كده. فاحنا لازم نكون فاكرين برضو كده كده في الامتحان اكيد هتكونوا مذاكرين قوانين التايم، الرايس تايم والسيتلينج تايم وهكذا، عشان لو مثلا ادالكم الجيفنز دي لازم تجيبوا ايه، لازم تجيبوا الزيتا والاوميجا ان عشان تقدروا تجيبوا الديزايرد بول. يبقى احنا اول خطوه عندنا بنجيب الديزايرد بول اللي السيستم بتاعنا هيمر بيه. فاحنا لما جينا عوضنا هو مديلنا كده كده الاوميجا ان ومديلنا الزيتا، فهنعوض تعويض مباشر هيطلع لنا الديزايرد بولز اس 1 و 2 سالب 2 بلس او نيجاتيف جي 3.46. يبقى هي دي البولز اللي المفروض السيستم بتاعي يمر بيها. تمام. طيب ده بعد الكومبنسيشن، يعني الكومبنسيشن هيخلي السيستم بتاعي يمر بالنقط دي. تمام. طيب انما النقط اللي بيمر بيها السيستم بتاعك هو مديلك اهو الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. وانتوا فاكرين في الروت لوكس كنا بناخد البولز بتاعه الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. فهنا السيستم بيمر بيه فعلا او الاوبن لوب بولز اللي هو الاس بتساوي صفر والاس بتساوي نيجاتيف 2. يبقى دي الرسمه بتاعتنا، عندي بول عند صفر، عندي بول عند النيجاتيف 2، والديزايرد بولز اللي هو عند سالب 2 يبقى عند نفس النقطه بس هنطلع 3.64 وهننزل 3 بوينت او قصدي 4.6. تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا الديزايرد بولز وعرفنا الاوبن لوب بولز. اوكي، فبالتالي بقى هنعمل ايه؟ تعالوا نحسب الفاي دي، الثيتا ديفيشنسي. تمام. طيب فاحنا هنا ده البول بتاعنا. تمام، قال لك وصل ما بين كل البولز والزيروز بتوع السيستم القديم، يبقى احنا وصلنا اهو. طب يبقى عايزين نحسب ايه؟ دي مثلا هنسميها سيتا بي 1 ودي هنسميها سيتا بي 2 اللي هي الزاويه ما بين المحور البوزيتيف، تمام، او الريل البوزيتيف ريل اكسس. تمام. طيب فانا عايز الزاويه دي، طب الزاويه دي هل اعرف اجيبها على طول؟ قال لك لا، هنجيبها عكس المثلث. يعني انا هجيب الزاويه دي واطرح 180 من الزاويه دي هتديني باقي الزاويه اللي هي زاويه السيتا بي 1. طيب هيبقى تعالوا نجيب الزاويه الصغيره دي. الزاويه الصغيره دي ازاي؟ احنا عندنا القيمه دي اللي هي الارتفاع اللي هو 3.46 وعندنا الطول ده اللي هو من 0 لنيجاتيف 2 اللي هو 2. تمام. طيب فبالتالي يبقى الزاويه دي هتساوي ايه؟ هتساوي تان انفرس لايه المقابل اللي هو 3.46 على المجاور اللي هو 2. وبعدين عايز اجيب السيتا بي يبقى اقول له 180 ناقص. تمام، يبقى هي الخطوه دي هتطلع لك 120 درجه تقريبا. تمام. تمام. طيب قال لك تعالى نجيب الزاويه سيتا بي 2. خلاص هي باينه قوي ان عشان النقطه دي سالب 2 وهنا سالب 2 فبالتالي الزاويه اكيد 90 درجه. طيب يبقى الفاي دي قلنا ان هي بتساوي 180 زائد زوايا الزيروز ناقص زوايا البولز. يبقى 180 زوايا ما فيش زيروز يبقى ناقص زوايا البول اللي هي 120 و90. يبقى تطلع لنا الزاويه السيتا دي بسالب 30 درجه. تمام. يبقى المفروض الاضافه اللي احطها اللي هو البول والزيرو بتوع الليد كومبنسيتور تديني زاويه قيمتها بلس 30 درجه. طيب هنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم الطريقه الاولى اللي هي ايه، اللي هو هيقول لك حط الزيرو على مكان البول القديم. ليه؟ لان البول هنا مش مكانه بعيد، مثلا مش مرمي عند سالب 8 او سالب 10. تمام، فهتنفع معانا الحركه دي. فبيقول لك using الكانسلنج ميثود. تمام، فانا هحط الزيرو بتاعي على البول ده وبعدين احط البول بتاعي هنا. تمام. تمام. فانا عندي السيتا الكنترولر زيرو، يبقى انا عندي زاويه الزيرو اللي انا ضفتها دي ليه او بتساوي 90. ليه؟ لان انا عندي البول عند سالب 2 وعندي الزيرو اللي حطيته عند سالب 2 برضه، فالزاويه هتبقى هي نفس زاويه البول ده، البول القديم. فهي كانت كام؟ 90 درجه. طيب زاويه الكنترولر بول بقى اللي هو زاويه كنت احنا حطينا الزيرو هنا يبقى البول لازم يكون بعده. الزاويه دي بكام؟ فككم من 60 هقول لكم جت ازاي، انا ما اعرفش. فتعالى نعمل ايه؟ تعالى نعوض. مش احنا بنضيف بول وبنضيف زيرو؟ قال لك اه. قال لك تعالى نعوض في معادله الفاي دي. تمام، بس لما اعوض بزاويه الزيرو واعوض بزاويه البول ده هنا ساعتها يبقى الفاي دي هتساوي كام؟ هتساوي صفر. ليه؟ لان انا مش انا هنا بضيف زيرو
وبول عشان اخلي السيستم بتاعي يمر بالديزايرد بول ده؟ قال لك اه. قال لك بالتالي يبقى انا خلاص، يبقى انا ساعتها ما دام السيستم بتاعي هيمر بالبول ده، فبالتالي يبقى الزاويه بتاعتي هتبقى صفر، فانا هساويها بالصفر. طيب زاويه الزيرو اللي احنا جبناها اللي هي 90، يبقى 180 زائد مجموع زوايا الزيرو، فهي زاويه زيرو واحده اللي انا ضفتها اللي هي 90، ناقص مجموع زوايا البولز. مجموع زوايا البولز اللي هي ايه؟ 120 اللي هي كانت دي، وال90 اللي هو كان البول ده، وبلس السيتا كنترولر بول اللي هو انا ما اعرفش، اللي هي المفروض هتبقى ب 60 بس انا حاليا ما اعرفهاش. فانا معايا معادله فيها ايه؟ فيها مجهول واحد اللي هو سيتا كنترولر بول، فاقدر اجيب طبعا هنا اعوض بالسيتا كنترولر زيرو، هيبقى 90، يبقى 180 بلس 90 ناقص، هنا بقى نوزع الناقص، ناقص 120 ناقص 90 ناقص سيتا كنترولر بول. فطبعا ال 90 دي هتطير مع ال 90 دي، منطقيه جدا. ليه؟ لان انا حطيت الزيرو على البول، فبالتالي الزاويه بتاعته هتتكنسل، فبالتالي الاتنين كنسلوا بعض. يبقى شفتوا حرفيا هو ليه بيكنسل. يبقى هنا هتساوي طبعا المعادله هتساوي زيرو، يبقى اذا السيتا كنترولر بول هتساوي 60 درجه. لما تجمع 120 ناقص 60 هتدينا ناقص قصدي 120 هتدينا 60 درجه. هنوديها الناحيه الثانيه، السالب هتطير السالب هتبقى 60 درجه. يبقى انا عايز الزاويه دي ب 60 درجه. طيب انا عايز احسب ايه؟ انا عايز احسب اصلا لوكيشن الزيرو والبول. طبعا لوكيشن الزيرو احنا عرفنا عند السالب 2. طب لوكيشن البول، قال لك بقى مش انت عرفت الزاويه دي؟ هات بقى المسافه دي. تمام. طيب المسافه دي انت المفروض اصلا تعرف المسافه من الاوريجين. تمام. طيب انت عارف المسافه دي كلها، يبقى انت ايه اللي عايز تعرفه؟ المسافه دي هو بيبعد قد ايه عن الحته دي. تمام. طيب فهنجيبها ازاي؟ احنا معانا الزاويه ومعانا دي 90 درجه ومعانا الارتفاع ده ب 3.46. قال لك خلاص سهله جدا. يبقى انا عايز اجيب الاكس ومعايا المقابل وده المجاور، يبقى قال لك التاني، يبقى التان 60 درجة اللي احنا جبناها هتساوي ايه؟ هتساوي المقابل 3.46 على اكس. تمام. بالتالي هنقدر نجيب الاكس، هتطلع لنا الاكس ب2. طيب يبقى المسافة دي 2 والمسافة دي كانت 2، لأن المسافة كانت من 0 لغاية سالب 2. تمام. يبقى أنا عندي المسافة بتاعة البول ده سالب 2 سالب 2 سالب 4، يبقى بتبعد سالب 4 عن نقطة الأوريجين. تمام. يبقى أنا كده خلاص جبت البول لوكيشن والزيرو لوكيشن. فبالتالي جبت الجي سي اوف الاس اللي هو الكنترولر بتاعي، هي اس بلس 2 بتاعت البول الزيرو قصدي، واس بلس 4 بتاعت الزيرو. طيب يبقى احنا قلنا ده كده استخدمنا الانجل كونديشن عشان نجيب ايه؟ اماكن البولز واماكن الزيروز. طيب انا عايز اجيب الكي ليد. قال لك عشان تجيب الكي استخدم ايه؟ استخدم بسم الله الرحمن الرحيم، استخدم الماجنتيود كونديشن. الماجنتيود كونديشن كان ايه؟ لو نفتكروا فوق، كان الجي اوف الاس في الجي سي اوف الاس في الاتش اوف الاس بتساوي ايه؟ بتساوي 1. طيب فاحنا لازم ايه؟ انا بضرب الجي سي في الجي اوف اس في الاتش اوف اس. يبقى انا عندي الجديده اهي، جبتها الجي سي اهي، الكي وادي البولز والزيروز. تمام. وكان الايكويشن بتاعتي اللي هي جي اوف اس اتش اوف اس بتساوي كده. فهنلاقي ان الزيرو ده طاير البول ده، يعني شغل منطقي جدا، وبالتالي اتبقى معانا 4 كي على اس في اس بلس 4. طيب المفروض الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي 1. ماجنتيود الكلام ده هيساوي 1. واعوض بقى بايه؟ بالنقطه الديزاير، عشان انا عايزه يمر بالنقطه دي، يبقى انا عايزه في النقطه دي بيساوي 1، اللي هي كانت ساعتها ايه؟ هتخلي لي المقام ده بصفر. فين المقام ده بصفر؟ بالتالي يبقى ايه؟ النقطة دي بتمر بالروت لوكاس بتاعي. يبقى انا خليت الزاوية وكمان هخلي الكي بحيث النقطة تمر منه، الجين يخلي النقطة تمر منه. تمام. يبقى انا بظبط الجين الزاوية الانجل. طيب فلما هعوض هنا الكي زي ما هي، هقوم عامل ايه؟ ضارب طرفين في وسطين مودي دول في البسط ودي في المقام، يبقى على 4. طيب هعوض مكان الاس بنيجاتيف 2 بلس ونيجاتيف جي 3.46 اللي هي الديزايرد بول، يبقى معوض هنا اس اهي في الاس بلس 4 اهي. تمام. واجيب بقى ايه؟ ماجنتيود دي وماجنتيود دي واضربهم في بعض. طبعا ماجنتيود 4 ب4 هي سكوير روت، الماجنتيود يا شباب سكوير روت للريل سكوير بلس الايماجينري سكوير. فماجنتيود الأربعة هيبقى الريل سكوير عشان ما فيش غيرها، يبقى 16 جذر ال 16 4، فهتنزل زي ما هي. انما دول لا، هيطلع لهم ريل وايماجينري.
يبقى احنا اهو ماجنتيود دي الريل سكوير قصدي، يبقى سالب 2 سكوير 4، والايماجينري سكوير اهو. طيب وهنا الريل سكوير هنا سالب 2 و4 يبقى 2، يبقى برضه 4 بلس الكلام ده على 4 يبقى الناتج هيدينا 4. يبقى انا كده جبت الايكويشن بتاعت الكنترولر كلها، جبت الكي ليد وجبت مكان البول ومكان الزيرو. بقى 100% لو رسمت دلوقتي الروت لوكس 100% هيطلع لك في او هيمر بيه النقطة الديزايرد اللي هي دي، النقطة دي. بالنسبة للسؤال التاني فهو بيقول لنا هنا a unity feedback control system has an open loop transfer function، ودي الاوبن loop transfer function بتاعنا. بيقول لك design a lag compensator، يبقى احنا كده هنديزاين lag compensator such that the static velocity error الكي في الكومبنسيتد. هو بيقول لك ان هو عايز lag compensator عشان يكون في الكي في بكذا، يبقى ده الكومبنسيتد تمام. without changing the location of original closed loop poles، يبقى عايز الكي في تكون ب5 ثانيه كل باور نيجاتيف 1 تمام، بحيث ان ما يغيرش اللوكيشن بتاع الاوريجينال كلوز لوب بولز، يعني ما يغيرش شكل الريسبونس بتاعنا زي ما انا ما وضحت لكم. طيب فبالتالي هو مدينا الكي في كومبنسيتد، يبقى احنا عايزين نجيب ايه الكي في ان كومبنسيتد. يبقى كي في ان كومبنسيتد هنجيبها ازاي؟ ليميت اس تندس تو 0 للاس جي اوف اس اتش اوف اس زي ما احنا ما شرحنا في القوانين فوق. طيب فهننزل جي اوف اس اتش اوف اس اهي، الاس دي هطير مع الاس دي، ولما نعوض باس بزيرو يعني دي هتبقى كل ده هيبقى 1 وكل ده هيبقى 2، يبقى الرقم ده على الاثنين هتدينا 1 او قصدي 0.53. طيب يبقى البيتا قلنا ان هي الكي في كومبنسيتد على الكي في ان كومبنسيتد، يبقى 5 على الرقم ده هيدينا تقريبا 10 تمام. هي هتدينا 9 بوينت حاجه بسيطه، بس يعني نقول تقريبا 10. وهنا ممكن نلت التي بتساوي 10، يبقى اذا ساعتها الاس بلس 1 على 10 على اس بلس 1 على 100. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب. طيب تعالوا نكمل السؤال الثالث. عندنا السؤال الثالث بيقول لنا ايه؟ consider unity feedback control system whose feed forward transfer function is given by. هو مدينا الجي اوف اس وقال لنا ان unity feedback يعني اتش اوف اس بواحد. design a compensator such that the dominant closed loop pools are located at الدومينانت يا شباب هم الديزايرد pools تمام. and the static velocity error constant kv بدلنا بيساوي 80 ثانيه باور سالب 1، يبقى مدينا الكي في الديزايرد او الكومبنسيتد، يبقى ده ليد لاج كومبنسيتور يا شباب. طيب تعالوا بقى نشوف الحل. ما احنا معانا الجي اوف اس ومدينا الديزايرد بولز ومدينا الكي في كومبنسيتور، يبقى تعالوا نبدا بالليد كومبنسيتور. يبقى اول حاجه يبقى محتاجين نجيب الاوبن لوب بولز، يعني عند الزيرو وعند السالب 2 وعند السالب 8. يبقى الزيرو عند السالب 2 اهو وعند السالب 8 تمام. وعايزين نحط البول بتاعنا اللي هو الديزايرد هو عند مكان السالب 2 و2 جذر 3. طيب طبعا يا شباب انا قربت الرقم اللي هو 2 جذر 3 ده 3.4، ده تقريب يعني مش ادق حاجه، المفروض تاخد رقمين او 3 ارقام عشريه، فانت لما تيجي تحلها تطلع معاك ارقام مختلفه سنه بسيطه تمام تمام، بس صح يعني. فهنا يبقى حطينا البول اللي هو عند السالب 2 و2 جذر 3 جي اللي هو 3.4 جي، وهنا السالب 3.4 جي. طبعا زي ما قلنا عايزين نجيب الفاي دي، يبقى لازم نجيب ايه؟ نوصل بكل الزيروز ونوصل بكل البولز، يبقى دي بول 2 3. يبقى احنا عايزين نجيب الزاوية دي وعايزين نجيب الزاوية دي وعايزين نجيب الزاوية دي. طب الزاوية دي تان انفرس او يبقى 180 ناقص تان انفرس، يبقى 180 ناقص تان انفرس ايه بقى؟ الزاوية دي لما اجي اجيبها هي المقابل على المجاور، يبقى المقابل ده اللي هو 3.4 اللي هي 2 جذر 3 على المجاور اللي هي سالب 2. تمام يا شباب؟ يبقى على سالب 2. طيب خلاص كده جبنا زاوية سيتا بي 180 ناقص تان 3.4 على الاتنين. طيب السيتا بي 2 اللي هي 90 درجة دي هتطلع 120. طب السيتا بي 3 لا هتبقى تان انفرس على طول، المقابل اهو اللي هو 3.4 و2 جذر 3 على المجاور اللي هو المسافة دي. طب هنا سالب 2 سالب 8 يبقى المسافة كام؟ المسافة 6.
تمام يا شباب. يبقى هتطلع الزاويه دي 30 درجه. يبقى لما نيجي نجيب الفاي دي يبقى 180 زائد زوايا الزيروز، مفيش ولا زيرو يبقى طار، ناقص زوايا البولز اللي هي 120 و90 و30، يبقى هتطلع لنا سالب 60 درجه. يبقى انا عايز الليد كومبنسيتور يديني زاويه 60 درجه. تمام. طيب تعالوا نستخدم حوار او برضو طريقه البول كانسلنج. تمام. طيب دي هنعملها ازاي؟ قلنا ما ناخدش البعيد، يبقى ما ناخدش البعيد، يبقى ناخد ده نحط هنا بول، نحط هنا زيرو قصدي. تمام. فلما نحط هنا زيرو يبقى الزاويه الوحيده اللي هتضاف زاويه الزيرو، ونحط بقى ايه هنا بول كده. يبقى ده البول اللي احنا ضفناه، ده هنا الزيرو عشان الليد فلازم يكون الزيرو قبل البول. تمام. طيب يبقى المسافه، يبقى احنا هنا ضفنا زيرو هنا البول، يبقى المسافه من هنا لغايه هنا نفترض ان هي اكس. تمام. دي اول حاجه. وزاويه البول اللي احنا ضفناها 90 درجه، زاويه الزيرو قصدي اللي احنا ضفناها 90 درجه. زاويه البول بقى انا لسه ما اعرفش، دي اللي انا عايز اجيبها. يبقى دي السيتا بي ودي السيتا زيرو. تمام. طيب يبقى هنعوض زي ما قلنا. يبقى احنا قلنا بوت 0 at -2، يبقى الزيرو عشان ساعتها كده المفروض افتر كومبنسيشن ان الريسبونس بتاعنا بعد ما اضيف هيعدي بيه البول بتاعنا، فتبقى 180 زائد زوايا الزيرو. هل بقى في زوايا زيرو؟ زيرو اللي انا ضفته اللي هي 90 ناقص زوايا البولز اللي هي 30 و120 و 90 يبقى هم، وهضيف عليهم زاويه البول بتاع الكومبنسيتور. يبقى هنا زاويه البول بتاع الكومبنسيتور هتدينا 30 درجه. تمام. يبقى الزاويه دي كده 30 درجه. طيب يبقى انا معايا الزاويه دي ومعايا المقابل، انا بقى عايز اجيب الطول اكس، يبقى اقول له التان 30 هتساوي ايه؟ هتساوي المقابل اللي هو 2 جذر 3 على ايه؟ على الاكس. يبقى انا كده جبت الاكس. يبقى الاكس بتساوي كام؟ 6 تقريبا. يبقى المسافة من هنا لهنا 6. يبقى برضو البول الجديد، يبقى البول الجديد مش هيكون مسافته هنا. تمام. البول الجديد هيكون مسافته على نفس البول القديم. يبقى انا بقى هنا عندي 2 بول. تمام يا شباب. يبقى عندي ايه؟ 2 بول. ليه؟ لان المسافة من الاكس اللي هي من هنا لهنا 6، ف6 و2 اللي هي 8، اللي هي برضو على نفس مكان البول ده. تمام. يبقى بس كده، يبقى انا خلاص جبت لوكيشن البول ولوكيشن الزيرو. لوكيشن البول عند السالب 8 ولوكيشن الزيرو عند السالب 2. يبقى انا جبتهم. طب الكي ليد يبقى هنستخدم ايه؟ الماجنتيود كونديشن. يبقى الجي سي ليد اوف اس في الجي اوف اس هتساوي 1. طيب يبقى الكي ليد في 10 على ده هنا الجي اوف اس العادية، ودي هنا الجي سي اوف اس. تمام. بتساوي 1. طيب يبقى ساعتها الكي ليد في 10. طبعا البول ده هيطير مع زيرو اللي احنا طيرناهم مع بعض، هيبقى لنا الايكويشن دي. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي احنا عايزينه ان احنا طبعا هنودي دول كده فوق، وطبعا هنعوض بالديزايرد بول وهنقسمهم على 10. تمام يا شباب. طيب يبقى احنا محتاجين نجيب لما نيجي نعوض كمان هيبقى هنجيب ماجنتيود ده وماجنتيود ده. تمام. تمام. يبقى هنا 10 كي ليد في، يبقى انا عايز ماجنتيود ده اهو وماجنتيود ده اهو. طبعا دي 8 ناقص 2، هنا كانت اس بلس 8 فسالب 2. انا حطيت ال 8 اهي بلس ال 8 زائد 2 جذر 3 جي، كان الكل سكوير. تمام. ليه الكل سكوير؟ لان هنا دي اس بلس 8 واس بلس 8 اللي هما الاثنين بول فوق بعض. تمام يا شباب. طيب لما اجي اجيب الماجنتيود بتاع ده يبقى الريل سكوير بلس الايماجينري سكوير، وهنا الماجنتيود بتاع ده اللي هو الريل سكوير بلس الايماجينري سكوير. يبقى ده ماجنتيود ده 4 وماجنتيود ده يبقى هنا 4 وماجنتيود ده كام؟ او قصدي لا، ده ماجنتيودو 48. سوري. ده ماجنتيودو 48 اللي هو ده، وده الماجنتيود بتاعه كام؟ الماجنتيود بتاعه 4. يبقى هنا 10 على 4 في 48. تمام. يبقى لما اجي اوديهم الناحيه التانيه عشان اقلب، يبقى 4 في 48 على 10. يبقى 4 في 48 على 10 تديني 19.2. ماجنتيود ده عادي جدا، جذر التربيعي لكل ده. تمام. للريل سكوير اهو بلس الايماجينري سكوير، وكان في سكوير بره اصلا لانه كان اس بلس 8 كل سكوير، فكل سكوير السكوير هيطير السكوير روت يبقى 36 و12 ب 48. يبقى انا كده جبت الكي ليد. تمام يا شباب. طيب يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ الليد كومبنسيتور. طب بالنسبه لللاج كومبنسيتور، قال لك هو كان مديك ايه؟ مديك الكي في كومبنسيتد. تمام. طيب الكي في ان كومبنسيتد قال لك عادي اللي هي ليميت اس تقول لايه؟ للزيرو الاس في الجي اوف اس.
اتش اوف اس. طبعا احنا ما عندناش اتش اوف اس، يبقى المفروض تكون جي اوف اس بس. طيب الجي اوف الاس دي قال لك بقى في الليد لاج كومبنسيشن احنا بنضيف كمان هنا الايه، الليد كومبنسيتور، جي سي ليد اوف الاس. قال لك بالنسبه لي انا خلاص ضفت الليد كومبنسيتور بس لسه ما ضفتش اللاج كومبنسيتور، يبقى انا بالنسبه لي كي في ان كومبنسيتد حتى وانا حاطط الليد كومبنسيتور لسه هي ان كومبنسيتد. تمام. فانا ايه هعوض بالجي اوف اس في الجي سي ليد اوف الاس. تمام. طيب واحنا كده كده كنا معوضين هنا وطلعت لنا الايكويشن دي اللي هي كي ليد. اوكي طلعت معانا اصلا بكام؟ ب 19.2 في 10 اللي هي تقريبا 192 تقريبا على الاس في الاس بلس 8 كل سكوير. يبقى 10 في الكي ليد يبقى 10 في الكلام ده على الاس في الاس بلس 8 كل سكوير. طبعا ما ننساش الاس بتاعت القانون. فطلع معانا الكي انكمبنسيتد بتساوي 3. وهو كان مدينا الكي كومبنسيتد ب 80، يبقى 80 على 3 هتدينا البيتا اللي هي هتساوي 26. احنا كده جبنا البيتا نلت التي ب 10. فهنا طبعا الكي لاج قلنا ان احنا بنحطها بواحد، يبقى احنا خلاص بقى معانا كل حاجه، واحد على التي يبقى واحد على 10، وهنا واحد على البيتا تي هتدينا 3.75 الكل باور نيجاتيف 3. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب. طيب يبقى عشان نعمل فيريفاينج للاج كومبنسيتور بتاعنا انه ما غيرش اماكن البولز بتاعتنا. ثانيه واحده يا شباب. هنا بقى كنت عايز اشرح لكم حاجه. تمام. احنا اشمعنى هنا عملنا فيريفاينج وفي سؤال اللاج كومبنسيتور ما عملناش فيريفاينج؟ تمام. لان هنا ما كانش مدينا الديزايرد بولز. تمام يا شباب. فاحنا هنا لما نيجي نجيب الزوايا تمام هيكون اس على اس، يعني اس اهو واس هنا، فانا لازم اعوض بالديزايرد بول. فهو مش مدوني هنا، عشان كده انا ما عوضتش في السؤال ده بالديزايرد بول عشان اعمل فيريفيكيشن. انما هنا في السؤال ده هو مدينا الديزاير، فهنا لازم نعمل فيريفيكيشن يا شباب. يبقى احنا لو ادانا الديزاير بول المفروض نمر بيه، يبقى لازم نعمل فيريفيكيشن. طيب احنا كده جبنا الكي طبعا هي بواحد، وجبنا البيتا وجبنا التي. طيب وبالتالي جبنا الجي سي ليد. طيب يبقى احنا عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الزاويه. طيب يبقى زاويه البسط، زاوية النومينيتور اس بلس 1/10. تعالوا بقى نعوض بالنقطة الديزاير. يبقى الاس اللي هي سالب 2 بلس جي، سالب 2 بلس جي 3.4 زائد 1/10، يبقى تدينا الرقم ده. طيب يبقى الزاوية هنا بتساوي، ليه بقى بتساوي 180 ناقص تان باور نيجاتيف 1؟ هقول لك ليه. لان انا هنا عندي لاج، بالتالي انا عندي هنا البول وعندي هنا الزيرو. تمام. وعندي هنا البول الديزايرد. فانا زي ما قلت لكم ان البول والزيرو بيبقوا ناحيه الاوريجن تقريبا، واحنا هنا كده كده جبنا اماكنهم اهو. يبقى مكان الزيرو 1/10، يبقى هنا 1/10، ومكان البول 3.75 في 10 أس سالب 3، يعني رقم صغير جدا. تمام. فبالتالي الزوايا بتاعتهم، الزاويه دي والزاويه دي هتكون ايه؟ 180 ناقص. تمام. يبقى 180 ناقص. تمام. طيب انا بس عشان افهمكم ال 180 دي جت من، يبقى 180 ناقص تان ايه بقى؟ يبقى احنا هنا بنجيب زاويه الزيرو. الزيرو اهو. تمام. يبقى انا عندي هنا عشان اجيب الزاويه دي، يبقى انا عايز اجيب الزاويه دي، يبقى 180 ناقص ايه بقى؟ التان. هل انا معايا الطول ده؟ اللي هو 3.4. هل انا معايا الطول ده؟ الاتنين ناقص المسافه اللي انا مشيتها من هنا. طب المسافة اللي أنا مشيتها من هي اللي هي مسافة البول، اللي هي قصدي مسافة الزيرو اللي هي 1/10. يبقى 2 ناقص ال1/10 اللي هو أصلا أنا جبتها هنا، يبقى اللي هي إيه؟ 1.9. يبقى أنا خلاص جبت 180 ناقص تان 3.4 على 1.9 هتديني تقريبا 118 درجة 0.74. طيب تعالوا نجيب بقى زاوية إيه؟ زاوية المقام اللي هي زاوية البول. تمام يا شباب. فتعالوا بس نمسح عشان تكون الدنيا واضحة. انا عايز اجيب ايه؟ زاويه البول اهو. تمام. يبقى انا عايز اجيب الزاويه دي، يبقى 180 ناقص تان ايه؟ تان المقابل اللي هو ده اللي هو 3.4. تمام. اهي على ايه بقى؟
على المجاور ده اللي هو ايه برضو السالب 2 ناقص المسافة اللي مشيتها من الزيرو لغاية البول، اللي هي مسافة البول اللي هي المسافة دي، يبقى 2 ناقص الرقم ده اللي انا برضو لما جيت عوضت هنا هي. يبقى هنا لما اجي اعوض عن المقام اللي هو اس بلس 3.75 في 10 سالب 3، يبقى هعوض مكان اس بسالب 2 اهو بالديزايرد بول، ناقص او زائد قصدي جي 3.4 بلس 3.75 اللي هو المسافة. تمام، اللي هي ايه القيمة دي هتساوي طبعا الرقم ده، يبقى هو الرقم ده يبقى تان 3.4، هنا الرقم بقى الصحيح 3.464 على النيجاتيف 1.99625. تمام، هتدينا تقريبا 119 درجة. يبقى لما نيجي نحسب فرق الزاوية بين البسط والمقام هيطلع لك ايه سالب 1 بوينت اللي هو هنطرحهم من بعض سالب 1.21. يبقى هنا ما دام الزاوية أكبر من أقل من الزيرو أكبر من السالب 5 يبقى الكونديشن معانا فاليد، وبالتالي الليد كومبنسيتور ده مش هيحرك لي قصدي اللاج كومبنسيتور ده مش هيحرك لي الريسبونس بتاعي. تمام، طبعا هنا النقطة اللي بعوض بيها، تمام، دي ملحوظة مهمة، هي بعوض بالنقطة البوزيتيف يا النيجاتيف، يعني أي واحدة، يعني عوض فين، عوض بدي أو دي، الاتنين هيطلعوا لي نفس الناتج. تمام يا شباب، كده السكشن خلص معانا، اتمنى تكونوا فهمتوا الدنيا، ولو في اي سؤال طبعا ابعتولي. كان معاكم محمد، السلام عليكم.